السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ اتمنى يا رب كلكم تكونوا بخير. رمضان كريم. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. رمضان في مصر يعني قمر الدين. قمر الدين هتشوفوه دلوقتي. انا عملته بطريقتين. طريقة اللي هي في الاطباق دي زي ما انتم شايفينه كده وزينته، وطريقة تانية بنعمله عصير. هاوريه لكم دلوقتي. أصدقائي في المغرب طلبوه مني الصراحة كذا مرة، لكن ما سمحليش الوقت إن أنا أعمله. أنا معايا هنا لفتين قمر الدين، واحدة بالمانجا وواحدة بالمشمش. هو بيبقى رول كده كبير، طري شوية، وفي نفس الوقت متماسك، يعني هتشوفوه دلوقتي. آم، انا فتحت اللفتين، عملت اللي بالمانجا الصراحة عصير، كان طعمها تحفة بجد اكنها عصير مانجا. والمشمش عملتها في الاطباق كده، هوريكم طريقتها ازاي. سهلة جدا بس طعمها بيبقى تحفة. بصوا، قمر الدين ده في محلات الحلويات بيتباع كده بالمنظر ده رول. بيبقى غالي جدا الصراحة. وساعات في علب الحلويات اللي هي الحلويات الشرقية، أو الحلويات بتاعت الموسم أو الحاجات دي، بيكونوا حاطين قطع من قمر الدين مع حاجات تانية يعني. بس هو في العلب الكبيرة بتاعة الحلويات بيكون محطوط رول. يعني أنا شفته السنة اللي فاتت عند أولاد بسيوني، بيتباع كده بالوزن، رول زي ما شفتوا الرول اللي أنا كنت عاملاه. المهم أنا قطعت دي اللي هي بالمانجا، قطعتها قطع صغيرة وحطيت عليها شوية مية وهسيبها حبة تدوب. قبل ما احطها في الخلاط لازم تتأكدي ان هي دابت كويس، علشان طبعا ما تبوظلكيش الخلاط بتاعك، لان هو بيبقى لزج شوية يعني، وبيكون ناشف. فلو انتي الخلاط بتاعك ضعيف شوية، هيبوظ السكينة بتاعتك من تحت، ممكن يفصلها عن الشفشة. فلازم تسيبيه يدوب كويس. المهم دي اللفة التانية اللي هي بالمشمش. انا برضو قطعتها وحطيتها في حلة، وهحط عليها شوية مية وهحطها على طول على النار. اللي بيتحط على النار ده مع السخونية كده كده بيدوب، لكن اللي بتحطيه في مية علشان تحطيه في الخلاط، ده لازم تسيبيه وقت طويل على بال ما تحسي ان قطع قمر الدين بقت طرية قوي معاكي قبل ما تحطيها في الخلاط. اهو ده حطيت عليه مية وهحطه بقى على النار وهوريهولكم بعمله ازاي. هنا انا حطيته على نار متوسطة، يعني مش عالية قوي، على اساس ان هو ياخد وقته براحته على بال ما يدبل خالص. طبعا كل فترة والتانية كده كنت بقلبه لحد ما داب خالص. اهو زي ما انتم شايفين هنا ما كانش فيه ولا قطعة. بديله غلوتين كده، وبعد كده بحط عليه حبة زبيب. الزبيب طبعا مع الغليان بينفخ كده، بيبقى طعمه تحفة أكنه بيرجع تاني عنب. طعمه بيبقى لذيذ جدا جواه. تقدري تحطيه وتقدري ما تحطوش خالص، يعني على حسب ما انتي بتحبي. وحطيت شوية فانيليا صغيرين، الفانيليا اديته طعم حلو قوي. مع حبة جوز الهند او الكوك، كوكونات. حطيت حبة برضو، تقدروا تستغنوا عنه لو مش بتحبوه. وطبعا هتشوفي المذاق بتاعه، لو انتي بتحبي الحاجة سكرها زيادة قوي، ممكن تضيفي شوية سكر، بس هو اصلا بيكون مسكر يعني. لو ما حطيتيش خالص ما فيش مشكلة. هنا حطيت معلقتين نشا صغيرين، اللي هو الكورن فلاور، مع ربع كوباية مية، ودوبتهم بره الأول، وبعد كده حطيتهم على قمر الدين. بصوا تحسوه تقيل كده شوية، بس لازم النشا تدوبيه بره، علشان لو حطيتيه على طول هيكلكع معاكي. وهتديله بقى غلوة، وطبعا تقليب مستمر علشان النشا لما ينزل ما يكلكعش. وبعد كده هتطفي عليه وبألف هنا وشفا، هتحطيه في الأطباق
وتسيبيه شوية يبرد وبعد كده تدخليه في التلاجة. حبيتي تضيفي مكسرات تمام، ما حبيتيش مفيش مشكلة. انا زينته بجوز الهند. عملت بيه كده اشكال زي ما شفتوا، هلال ونجمة، وعملت فانوس. يعني حبيتي تعملي كده تمام، مفيش مشكلة لو من غير اي ديكوريشن. هو طعمه لذيذ جدا الصراحة. وده العصير بتاعي انا حطيته وهو لسه ما دبش، بس الخلاط بتاعي الحمد لله لسه جديد، سكينة حامية فظبطت الكلام يعني. خلاص دوبته. بصوا العصير القوام بتاعه تقيل، ما حطيتش عليه سكر خالص. اللي بالمانجا كمان طعمه خرافي، عامل زي عصير المانجا بالظبط. عجبني قوي طعمه. جربوه هيعجبكم قوي. مهلبية قمر الدين دي اسمها مهلبية قمر الدين. طعمها لذيذ، طعم الزبيب جواها تحفة. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. وأتمنى يكون الفيديو يكون خفيف عليكم ويكون عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين.